يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي أحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي أحبك. يا سلام على حبي وحبك. شايفين الجمال؟ شايفين الطريقة؟ ايه ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى الفيديو بتاعنا بجد وهم وجميل جدا. طبعا الاكل والحلويات والحاجات الحلوه اللي انتوا بتحبوها دي النهارده هنعمل مع بعض. زي ما انتوا شايفين الاكلات اللي احنا بنجيبها من بره غاليه، لكن في البيت هيبقى ليها طعم وشكل وطعم تاني وهيبقى جامد جدا. زي ما انتوا شايفين كده الهمبرجر، انا جبت همبرجر. بصراحة انا جربت منتجات فريش دي وعجبتني جدا وعجبت ولادي. ودي النقانق الصغيرة دي اللي هي بالفراخ وباللحمة اللي هي السوسيس الصغير، وحمرت جنبيه بطاطس، وكمان كان في عندي لانشون بالبسطرمة. عملته برضو زي ما انتوا شايفين كده، ان ابتديت ان انا احمر البطاطس. فين بقى التشجيع الحلو؟ ان انتوا تشجعوني وتعملوا لايك وشير للفيديو ده. زي ما انتوا شايفين انا جبت اللي هو الكايزر، اشتريته وابتديت ان انا بقى افتح الكايزر عشان خاطر نعمل احلى واجمد سندوتشات. كده البطاطس زي ما انتوا شايفين ادى اللون الذهبي الجميل بتاعنا، خلاص دخل في السوا، وهنبتدي ان احنا نطلعه ونبتدي بقى للمرحلة التانية ان احنا نحمر الهمبرجر ونحمر النقانق الصغيرة دي او السوسيس الصغير. كده انا ببتدي الهمبرجر. على فكرة بتاعه حلو قوي يا جماعة، وطعم اللحمة فيه بجد تجنن. يعني انا جربت انواع كتير جدا، بس بصراحة في انواع كتير الطعم بتاعها اتغير، لكن انا جربت ده فعلا حسيت بطعم اللحمة فيه، وكمان حجمه حلو قوي، حجمه كبير. هو الكيس تقريبا كان فيه 5 قطع، بس الحجم زي ما انتم شايفين بجد حجمه حلو قوي. وممكن يا اما تحطيه في ساندوتش واحد، او ممكن تحطيه او تقسميه على 2. كده انا خلاص الهمبرجر طلعته بالشكل ده. وطبعا لازم تصفي الزيت بتاعه على مناديل كده في طبق. وابتديت اللي هي النقانق دي ان انا اعمل الفراخ واللحمة حسب بقى اللي يحب. عملت بصراحة شكلت من ده على ده. طبعا الاكله دي كلنا بنحبها، ولما بنجيبها كمان من بره يا جماعه بنجيبها بتكون غاليه جدا. فليه بقى ندفع اكتر لما ممكن ندفع اقل؟ انا جبتها بصراحه بتكلفه مش عاليه قوي، وفي البيت طبعا لما بتعمليها بتبقى انضف واحلى، وكمان بتبقى بتعمل معاكي وبترمي معاكي عدد اكتر. كده انا ببتدي ان انا قطعت الكايزر معانا، وطبعا ببتدي ان انا احمرها يا دوب، بس هدي عليها النار، ما تعليش عليها النار علشان خاطر ان هي تستوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا انا عملتها بس بسن سكينة، شقتها بس كده علشان خاطر تستوي من الداخل. كده انا ببتدي ان انا اعمل الكمية كلها، وصفتها طبعا اساسي لازم تصفيها على مناديل عشان خاطر تصفي كل الزيت اللي فيها. والبطاطس والهمبرجر والنقانق او السوسيس الصغير ده بالفراخ وباللحمة، وطبعا بجانب اللانشون انا كنت جايبة اللانشون بالبسطرمة. وطبعا جبت طبق صغير كده وحطيت فيه شوية كاتشب، لان طبعا حلاوه الاكله دي بالكاتشب والمايونيز. زي ما انتم شايفين كده بصراحه كانت الاكله كامله متكامله، واكله احنا بنجيبها من بره يا جماعه بتبقى غاليه جدا، اسعار اوفر بجد. فعلى ايه بقى احنا ممكن نعملها في البيت وبتكلفه مش عاليه قوي، بس طبعا يعني هتعمل معاكي كميه فعلا كبيره، وهيفيد كمان منها يعني. وعلى فكرة سهل جدا ان لو فاض معاكي ممكن ان انتي ترجعي ان انتي تجمديه في الفريزر، ويدوب بس هيفك منك على طول. ممكن تدفيه في الفرن البوتاجاز عادي جدا وهيبقى فريش عادي خالص. كده انا ببتدي ان انا احط الساندوتشات معانا، وحطيت مع الهمبرجر بطاطس، وبرده مع النقانق حطيت بطاطس، وده طبعا اختياري. حابة من غير بطاطس مفيش مشكلة. حتى اللانشون برده عملته وحطيت عليه بطاطس، او ما تحطيش عندك شرايح خيار برضو عادي، عندك شرايح طماطم برضو مفيش مشكلة. بصراحة انا هنا يعني اتصرفت، انا هنا بصراحة ما كانش عندي بصراحة خيار ولا طماطم، فحطيت عليه الكاتشب وحطيت عليه بطاطس والمايونيز زي ما انتوا شايفين كده.
عايزاكم تشجعوني، متنسوش لايك للفيديو وتقولوا لي ايه رأيكم في الجمال والحلويات دي، وكمان يا ريت تعرفوني وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد، لان ده بجد بيسعدني جدا. انا طبعا بكبر، عمري ما هكبر غير بيكوا انتوا اللي بتشجعوني على كل حاجة حلوة انا بحب ان انا اعملها لكم، واتمنى دايما تكون فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتسعدكم وتكون خفيفة على قلوبكم. وطبعا عيد سعيد عليكم. الايام العيد جريت بسرعة خالص، زي ايام رمضان برضو جريت بسرعة، بس هنعمل ايه، هي الاوقات الحلوة دايما بتجري بسرعة. انا متشكرة جدا ليكم حبايبي، ومتنسونيش باللايك والشير.